أما فيما يخص الجانب الحقوقي فقد استطاع المغرب والحمد لله التصدي لمناورات أعداء الوطن بفضل التعبئة الجماعية والحكامة الأمنية والانفتاح على فعاليات المجتمع المدني. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجاوية كمؤسسة دستورية للدفاع عن الحقوق والحريات وحمايتها يقوم بكل استقلالية بمعالجة أي تجاوز في إطار الحوار والتعاون مع السلطات العمومية والهيئات الجمعوية والمواطنين.